اسمعي يا سلوى، مش لازم نتقابل تاني لحد ما الموضوع يهدى، علشان خاطر زنوبة شاكة فيا قوي. ازاي يعني يا سامر؟ الموضوع ده كده هيفضل كتير؟ لازم تعرفها، اكيد هيجي يوم وتعرف. ولا يعني احنا مش هنتجوزه؟ ولا احنا بنتقابله كده وخلاص؟ اكيد يا سلوى، ما انا هاجي واتقدم لك ونتجوزه، بس عايزين نقلل المقابلات اليومين دول. انا حاسس ان زنوبة بتراقبني، وان انا حاسه بكل حاجه، حاسه ان في واحده في حياتي. هو انت خايف من زنوبة؟ خايف منها؟ يبقى انت ما بتحبنيش. انت عارفه يا سلوى ان انا حبيتك. اول ما شفتك قلت البت دي مش من البلد، مستحيل تكون فلاح، وطلعت من الفلاحين وفلاحه. بس لا، شكلك وستايلك غير كده خالص. هي زنوبة يعني بنت جدعة وكويسة، وانا بحبها وكل حاجة. بس انا حسيت ان لقيته فيكي مش موجود في زنوبة. خلاص يا سامر، انا هستناك في اقرب وقت تيجي تطلبني عشان نتجوزه ونعيش مع بعضينا. انا خلاص ما اقدرش اعيش من غيرك. طيب يلا روحي انتي ولا اوصلك؟ لا لا لا، مش عايزه حد يشوفني. اصل ساره ممكن تشوفني، ولا زنوبه، ولا اي حد في البلد. انت عارف ان البلد كلها قد كده، لو حد شافني هنتفضح في البلد. طيب ممكن انا اوصلك لحد اول الطريق، ماشي؟ ماشي يا حبيبي. يلا يا سامر، امشي، ما تخليش حد يشوفنا. سامر، اخس عليك يا سامر، ما تسألش يا ولا الفترة دي كلها، ولا على ابوك ولا مرات ابوك، ما تدورش. اخس عليك. ومين الحلوة اللي معاك دي؟ سلوى؟ يوه، بتعملي ايه مع سامر؟ وايه اللي انت لابساه دي؟ هو انت ناسيه يا بنتي اللي انت عايشه في الفلاحين؟ ده لبس تلبسيه؟ ايه قله الحياه دي؟ وانت يا اختي من يوم ما اتطلقتي وانت كده هو عايشه براحتك وتمشي في البلد، وبعدين ايه مشاكي مع سامر؟ ما تردي يا ولا يا سامر. لا 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 ابدا، انا كنت جاي ازور بابا وابص عليه، وبعدين لقيتها معديه، انا ما اعرفهاش اساسا. مالك يا حاجة وداد؟ صوتك طالع ليه؟ أنا سمعتك قلت أما أطلع أبص أشوف فيه إيه؟ ابدا يا حاج شعبان، ما فيش. اصل سامر كان جاي يبص علينا ويسال على ابوه، اصل ابوه وحشه، وكان جايب السنيوره دي معاه، ماشيه معاه من اول الطريق، الست سلوى. انت يا اختي ما انتش عارفه ان هو راجل متجوز؟ سامر متجوز، ومراته كمان مخلفه له بنت زي القمر. وانت يا حبيبتي اتطلقتي. ايه، مش لاقي حد في البلد الا سامر؟ اتكلم يا سامر، انت ساكت ليه؟ عاجبك كده؟ بتخليهم يتكلموا عليا. يو، ما سامر قال لك اللي هو ما يعرفكيش، يتكلم ازاي؟ اتكلم يا سي سامر، يا اللي ما تعرفهاش. يا حول الله يا ربي، ليه كده يا ابني؟ ده انا بقول عليك محترم وكويس، البت زنوبه لو اتصدمت فيك هتبقى مصيبه. امشي أنت يا بنتي، امشي، روحي. ايوه يا حبيبتي، اسمعي كلام الحاج، امشي روحي يا اختي، وروحي داري رجليكي وركبك دي، داري يا اختي، داري الكوارع اللي مبيناها دي، روحي البسي كده واحتشمي، امشي. ناس جهله. بعد إذنك يا حاجة وداد، ممكن تخشي تعمل لنا كوبايتين شاي من إيدك الحلوين دول؟ حاضر، من عينيا يا عسل انت. انا عارفه انك انت بتوزعني، بس مش مشكله، يمكن تلاقي للموضوع حل. أعمل إيه يا ابني يا حبيبي؟ كده برضه ما تسألش على أبوك؟ كده يعني كده أنا مت في أي لحظة ما تشوفنيش وتطمن عليا يا سامر؟ معلش يا بابا، انت عارف الشغل والحياه والمسؤوليه، حقك عليا، انا هبقى اسال عليك على طول. ممكن بقى بصراحة تحكي لي علاقتك بسلوى؟ إحنا رجالة زي بعض يا ابني، ولو حاجة أنت مش فاهمها دلوقتي أنا ممكن أفهمها لك. أنا الدنيا ياما علمتني، لو في حاجة احكي لي يمكن أفيدك. بصراحه يا حاج، انا بقالي 3 4 شهور بحرف سلمى، وبصراحه انا بحبها وعايزه اتجوزها، بس انا خايف لزنوبه تطلب الطلاق وتمشي، مع ان انا بحب زنوبه. بص يا ابني، الحياة اللي احنا فيها ما ينفعش يكون معاك أكتر من ست واحدة. ست واحدة وولاد ومسؤولية، وإنك تنتبه لولادك ولمراتك وتديها حقها وحق ولادك عليك وحق نفسك برضه على نفسك. وإنك يا ابني إنك بتدخل علاقة تانية في حياتك، لا يا ابني أنت بتعيش مراهقة جديدة. ما هو الراجل المراهقة بتتجدد عنده، فأنت كده عايش سن مراهقة جديد ال30 ده. أنت مش بتحب سلوى، بنت عجبتك وعايز تغير، صدقني صدق ابوك، هتقعد معاها فتره وبعدين تسيبها وتبقى خسرت بيتك الاولاني وخسرت التاني وخسرت نفسك. فكر وراجع نفسك. لو انتوا لسه على البر
ومفيش حاجه حصلت بينكم، الحق نفسك، ما تدخلش نفسك في جوازه جديده، هتخسر كل حاجه عشان نزوه. احنا بنتقابل يا حاج، وبصراحة أنا وعدتها ومش هينفع أخلف بوعدي. كده انا فهمت. انا ربيتك على كده برضه يا سامر، ربيتك على كده. ده انت عشت وتربيت بره وعمرك ما عملت حاجه زي كده، تيجي هنا وتعمل ده؟ ما انت معاك زنوب. ليه سلوى؟ ايه اللي عاجبها فيك؟ يا بابا، في فرق، في فرق بين الاتنين. دي فيها حاجة ودي فيها حاجة. يا ابني يا حبيبي، كل ست فيها ميزه عن التانيه. كل ست هتروح لها هتلاقي عندها حاجه مش موجوده عند التانيه. هي دي الحلاوه في الستات، ان ربنا خلقهم كل واحده فيها حاجه حلوه عن التانيه. طبعا كل واحده مميزه عن التانيه. دي هتلاقيها حنينه، دي هتلاقيها حلوه، دي هتلاقيها مدبره، دي هتلاقي كل واحده فيها حاجه. يعني ايه كل واحده تعجبنا او فيها حاجه تعجبنا نجري عليها وكده يبقى احنا بنحبوها؟ لا، انت كده غلط. ماشي يا حاج، أنا هفكر في كلام. أنا همشي علشان خاطر زنوبة زمانها مستنيان. بس يا ريت بعد إذنك ما تخليش الحاجة وداد تقول حاجة لفتحية ولا زنوبة. توكل على الله وسيبها، سيبها اللي يدبرها. خليها على الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حماس؟ عامل ايه؟ محدش بيشوفك يعني. بصراحة أنا كان عندي شغل كتير كتير قوي اليومين دول، والحمد لله خلصت. طيب اتفضل اتفضل اشرب شاي، ولا انت عندك مشوار مهم يعني؟ لا بصراحة أنا كنت جاي لكم أتغدى أشرب شاي عشان أتكلم معاكم كلمتين، ينفع؟ طيب اتفضل اقعد هنا اهو، أنا هنادي لك أمي بسرعة. اقعد. حاضر، أنا هقعد هنا واستناكم. حاضر. يا ترى هيعملوا إيه؟ ربنا يسهل إن شاء الله وأقدر على الجوازة دي. أنا بحبها، بنت محترمة وكويسة، ربنا يكتبها لي يا رب. يما تعالي شوفي حماسة عندنا. حماسة جاي قاعد بره. وبعدين معاكي وبعدين بقى مالك يا بيت مسربعانه ليه كده على طول؟ اصبري يا بيت، انا بلبس هدومي اهو، اطلع للراجل كده اهو. ايه الاستعجال اللي احنا فيه ده؟ امانسي اهلا يا ابني يا حبيبي، نورت البيت يا حبيبي. هو ماله يا اخي؟ بيفكر كده وشايل همه كده، ماله؟ هو مش سامعني ولا ايه؟ حماس يا حماسة. مين دي؟ ايه ده؟ هو انت عندك اخت تانية؟ الله، مش اختك اتجوزت؟ مين دي؟ غرقاء يا حماس. امك ازاي؟ دي صغيرة، ده اللي يشوفها يقول اختك الكبيرة. جرأت يا حماس، اخصى عليك ما تكسفنيش يا وال. الله، ما انا برضه لسه صغيره، هو انت فاكرني عجوزه يعني؟ يا حلاوة يا ولاد، ايه الجمال دي؟ بقى اسيب الدار يومين تلاتة اجي الاقيك هنا قاعد مع مراتي ومع بنتي بتعاكسهم وتزاولهم وعمالين يضحكوا ويتكركروا. ايه الجمال ده كله؟ ايه دي وايه الهنا دي؟ انت يا ولية ما صدقت انك حبستيني؟ فاكراني يعني مش هطلع لك؟ ده انا هوريكي ايام سود على دماغك. انت وبنتك دي انتوا اللي بلغتوا عني، مش بعيد ولا حماصة دي الكلب دي ها يكون مشترك معاكم في الجريمه وانتوا اللي بلغتوا عليا. انت هنا بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ابوي انت الله، هما مش كانوا حبسوك؟ يا ريتهم ما كانوا متطلعوك خالص، كانوا ادولك اعدام عشان انت راجل شر وشرير وبتضربني وبتضرب امي. انت عايز مننا ايه؟ ابعد عننا. وبعدين حماسه اللي جاي حكيتنا احنا، ده حماسه راجل محترم، وبعدين كان جاي يتقدم لي عشان نتجوزه. انت مالك ومني؟ وانت قال انا كلامي معاكي انت وكلامي معاهم بعدين. انت ايه دخلك دار يالا وانا مش موجود؟ ايه مش المفروض تبقى عارف ان راجل الدار مش موجود ما تجيش؟ هي دي تربيه؟ ما انا عارف ما انت تربيه مره. اسمع يا جدع اني بقول لك اهو، اني هتجوز بنتك برضاك ولا غصب عنك. انا جايه اتقدم ليه لامه، اطلب ايديه من امه مش منك انت راجل عاطف ومش شغال ومنكش فايده، واني هتجوز بنتك. انت عايز ايه؟ عايز تسطر بنتك وتجوزها ولا تفضل مقعدها مشغلها في الغيطان عشان تاخد فلوسها وفلوس امها؟ ها اهدى، انت بتمد ايدك عليا؟ فين ما وريتك وخدت حقي منك؟ انا هروح اعمل فيك محضر انك انت مديت ايدك عليا وضربتني، وهجيب حقي منك بالقانون. انا اقدر امسكك اضربك ومرمطك، بس لا، انا هاخد حقي بالقانون. مدي ايدي عليك واكسرك كمان. انت داخل داري بدون اذني وعايز تتجوز بنتي بدون اذني؟ بوريني هتتجوزها ازاي. انا بنتي اللي ما كانش يندفع فيها مهر كبير مش هجوزها ابدا. انت ازاي بتمد ايدك على الوالد؟ ها بتضربه ليه؟ هو غلطان؟
ده بيشتغل وأرجل منك وبيكسب، كسيب وعنده أرض وعنده بيته وبيكسب، مش زيك انت. يعني هو بيجيب الجنيه بعرق جبينه، لكن انت قاعد في دار واخد فلوس الولاية منك لله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. وفي كل راجل يقعد كده اهو تيوس في الدار وياخد فلوس مراته وبنته منك لله، عايز تعطل جوازة بنتك وتقول ايه انا عايز اخد لها مهر كبير، تاخد المهر تضربه في جيبك تشرب وتعيش بيه لنفسك وتبيع بنتك، تبيع بنتك. حرام عليك، ده حماسة كويس ومحترم، ليه كده بس؟ حرام عليكم، انتوا ليه خلفتوني؟ ليه جبتوني؟ انا مش عايزة اعيش. انت يا بنت الكلب حسابك معايا بعدين، ان ما ربيتك وعلمتك الادب ما بقاش انا ابوك هعرفك ازاي تمشي كلامك عليا وتقولي لي انا هتجوز وتتجوزي الجربوع دي. انا لو ما جوزتكيش جوازه نظيفه وحلوه ما بقاش انا ابوك. الجربوع المصدي دي انت عارفه امه تبقى مين؟ لوزة، اسم امه لوزة اللي تجيب حق ابنه لو في بوج الاسد. انت يا راجل يا جربوع يا مصدي يا مجشف، انت بتمد ايدك عليه؟ لا، ده ندى على ابني واكره اللي يقول امين. انا بقول لك اهو، انت يا معفن انت يا جربوع بتضرب ابني بالقلم وكمان بتقول له مش هتجوزه بنتك ليه؟ شايفه عاطل زيك بالوراثه؟ شايفه يعني بياكل من عرق النسوان؟ شايفه ما بيشتغلش؟ ده انا ابني كسيب وبيكسب اللقمه بعرق جبينه. انت بتمد ايدك على ابني؟ ها، بتمد ايدك على ابني؟ اني يا راجل يا ناقص يا قليل الادب، اني ابني حماسه واحد زيك انت يضربه؟ ها، انت اديته غلب، ده انا اديك مكانه 10 وافرج عليك البلد كمان كده اهو. اسمع لما اقول لك، اوعك شيطانك يوزك وتفكر في يوم من الايام انك تغلط في ابني، فاهم ولا لا؟ اوعى راجل انت من وش امشي. اسمع يا بنتي، اني جاي اطلب ايدك اهو لابني حماسه، ابني مش عاطل، ابني بيشتغل يا بنت، ما تعيطيش، امسحي دموعك دي يا بنت انت. حاضر يا ماما. ايوه انا بقول لك اهو، ابني راجل زي الفل وبيشتغل وعنده ارض وعنده بيته، بيجيب لقمته يا بنتي وجرسه كده من على الجبين، هيصرف عليك ويقعدك في دار، مش هتقعدي في داري. ولو اني كنت عايزاكي تقعدي معايا في قلب الدار على الاقل يا بنتي تخدميني، ما انا كبرتي بقى. وماله يا طنط، اقعد معاكي مفيش مشكلة. اوعي كده يا بنت، تعالي هنا. اسمعي يا لوز، انا وافقت على الجوازه دي بس علشان خاطر فتحيه جات وكلمتني وقالت لي ان حماسه ولد محترم ومؤدب وبيشتغل، وقالت لي لازم تجوزي البت ليه، الاتنين ينفعوا لبعض، وقالت لي اي حاجه تقفي عليها اني كفيله. بس بصراحه ابنك قال اني هدفع كل حاجه، واكتشفنا في الاخر ان عمر هو اللي هيدفع له، يعني فتحيه وعمر هيشيلوا الليله دي كلها. وعرفنا كمان ان الارض اللي فيها ابنك حماسه والدار بتوع المهندس عمر هو اللي مديهم له عشان يوقفوا على رجل. بصراحه احنا وافقنا على الجوازه دي عشان عمر وفتحيه، كان لازم نعرفوك، احنا ما كناش عايزين نناسبوكي يا لوز، ولا يشرفني ابدا ان انت تبقي حمد بنتي، وانت فاهماني كويس. وعلشان كده بنتي مش هتقعد في دارك، هي هتتجوز حماسه وتقعد معاه في داره اللي هي دار عمر، وانت باركيلهم وهنيهم وطلي عليهم، لكن مالكيش دعوه بحياتهم وبعيشتهم، تبعدي عنهم وسيبي الولاد يعيشوا مرتاحين، فاهماني يا لوزه ولا لا؟ ايه ده يا ولد، فتحيه تاني وعمر؟ فتحيه تاني بتتدخل في حياتي وبتتدخل في شؤون ابني، وهي مالها هي؟ هو ابنها ولا ابني؟ ده ابني ايه؟ ماشي يا فتحيه، هن ما وريتك وانت يا ولا حماس، هو انت يا ولا جيت معاها هنا يا ولا؟ جيت مع فتحيه يا ولا هنا قبل كده؟ لا يما، انا ما جيتش معاه، بس كتر خيرها انها جات وكلمت عليا كلمتين حلوين وخلتهم يوافقوا عليا. انا بصراحه بحبها وهي طيبه وانا حاسس انها شبهي، وعلى الاقل بدل ما انا عايش لوحدي ولا ام ولا اب اهي تونسني في وحدتي. وماله يا اخويا، اتونس بوحدتك، انا ماشي يعني اروح اشوف فتحيه، ايه دخلها في حياتي تاني؟ ايه ده يا حماس، امك هتروح تتعارك مع فتحيه؟ هي فتحيه عملت حاجه يا ابني؟ ده كانت جايه تهدي كل الدنيا، دي هي عايزه تجوزك وتفرح بيك اكتر من امك. ما تخافيش على خالتي فتحيه، هي هتقوم بالواجب واكتر. امي ما تسلكش معاها ابدا، انا واثق. اللي مرات ابويا فتحيه دي حاجه تانية، يا ريتها كانت هي اللي امي. انا بحس معاها بالحنيه وانها ام بجد. امي عمري ما حسيت انها امي ولا حسيت بحنيتها، عشان كده عايزك تبقي امي، خليني احس بالحنان معاكي انت. حبيبي يا ابني، انت غلاوتك تبقى من غلاوه ولادي، واي حاجه تعوزها انا امك، انا امك يا ابني، ربنا يرضى عليكم وتتهنوا وتفرحوا. شوف بس انت هتعمل ايه ووقتك امتى، وشوف عمر وفتحيه هيحددوا لك اليوم امتى، وانا يا ابني مستعد، بس هي ناقصها حاجات كتير، بس فتحيه قالت هي هتجيب لها كل حاجه. مبروك عليكي يا بنتي، ربنا يهنيك ويكمل لك يومك على خير يا رب. ربنا يخليكي ليا يا احلى امي في الدنيا. مبروك يا حماسه.
الله يبارك فيك يا جميل. وربنا يهد الجوي يتهد ما يقوم من مكانه. جلمين خدتهم من لوزي قعدت زي البروطة في الأرض. هيجيبها اللي حريمها. شفت مرة جوية لطشتك لزجتك في الأرض، ده هي تاخدك. كولي يا جاموس، كولي يا حبيبتي عشان تحلبي لي لبن كتير كده، اعمل منك حته جبنه جريش الواحد ياكل ويتغذى. جاموسه راحت تجاب الجاموسه لقتها جاموسه. ايوه والله البهايم دي هي اللي بتفهم. ده احنا عندنا بني ادمين في حياتنا هم اللي ما بيفهموش. ايوه والله ما بقينا عارفين مين الحيوان ومين الانسان. اهي دنيا وعايشينها والسلام. يا حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حلقة. تنساني أو تلاني كل جراح. يا مسهرني ليالي وانت على بالي. ده انا عمري ما نسيتك، ده انا ما صدقت لقيتك. وبتسأل لو حبيتك وانا دايب فيك. شايفني جايلك ماشي وسايب لك قلب وناسي. روح وناسي الحبايب وبعمري شريك. انا عمري ما نسيتك، ده انا ما صدقت لقيتك. وبتسأل لو حبيتك وانا دايب فيك. سايبني جايلك ماشي وسايب لك قلب وناسي. روح وناسي الحبايب وبعمري شريك. يا حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حلقة. تنساني أو تلاني كل جراح. يا مسهرني ليالي وانت على بالي. ده انا عمري ما نسيتك، ده انا ما صدقت لقيتك. وبتسأل لو حبيتك وانا دايب فيك. شايفني جايلك ماشي وسايب لك قلب وناسي. روح وناسي الحبايب وبعمري شريك. الله 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 الله، حلو الكلام ده واتقفشنا. يا لهوي ربنا يكسفك. انت يا راجل انت واقف هنا وبترقص وانا بغني. يخرب بيتك يا رمضان. الله الله الله، ايوه قولي كمان يا ستي فتحية، قولي ومتعينا يا ست. قصدك ايه؟ مين اللي جوه؟ مين؟ باشمهندس عمر. خير هو في حاجة؟ ايه؟ لا بسيطة، مراتي واقفة بتغني وانت واقف جنبيه وراها وعمال ترقص ومزقطط ومهيص فاكر نفسك في حفلة ايه من الحفلات وانت قاعد تهيص ومنسجم. حتى بكلمك انت مش واعي. اصلي بصراحة وانا كنت معدي كده اهو، ايوه رايح الغيط. سمحت الاغاني الحلوة دي بتاعت زمان رجعت لي للماضي الجميل. وقفت والجلالة خدتني. انت ما تتضايقش يا باشمهندس. الله، طب ما انت كمان بتسمع الاغاني دي وبتنبسط عليه. واني سمعتيها جنبك قبل كده، سمعتيها قبلك كتير. يعني ايه المشكله؟ الله، ما ام كلثوم بتغني والست ورده والست نجاة كلهم بيغنوا والناس كلها بتسمع له. اعتبر مراتك مطربه وانا كنت بسمع. ايه المشكله يعني؟ انا من معجبيه. طب امشي يا معجب، امشي من هنا. اللي بعد شوية مش هتبقى معجب، هتبقى مدعك في الارض. اذا كان كده ماشي، اني ماشي. الله عليك يا ست. انت مبسوطة باللي انت بتعمليه ده؟ واقفة تغني في الغيطان والناس تسمعك. ما تغني بدارك يا ست هاني. ولا انت ايه؟ ميولك انك تطلعي مطربة وتغني وبعدين جاية تغني للجاموسي ايه؟ ولا تغني لسي رمضان؟ ولا انتم متفقين ولا متوعدين ولا ايه نظامكم؟ عرفيني. من غاب الجوط يلعب يا فار. وما غنيش ليه؟ صوتي حلو. وبصراحة أنا كان نفسي أطلع مطربة وأغني وأبقى مشهورة. الله، وأسيب البلد دي كلها وأسيب الفلاحين وأسيب البهايم وأسيب الناس اللي فيها وأمشي بعيد عنهم يمكن أرتاح. ماشي يا ست المطربة، وانا ممكن اخليكي مطربة وتغني لي في الدار واديكي كل الفلوس اللي انت عايزاها وتغني لي انا لوحدي، ما تغنيش للناس. انا حر يا ست، انا عايز مراتي تغني لي انا لوحدي مش للناس. بتقول إيه؟ مراتك مرة واحدة كده يا راجل؟ اختيشي ولا عندك دم؟ مرات مين يا أخوي؟ ده أنت بقيت محتار، ولا أنت عارف مراتك مين ولا حبيبتك مين؟ يا عمي روح، ده أنت مش قادر تتلمي على نفسك. يا أخويا طول عمري أسمع إن جوزي الاتنين يا فاجر يا قادر، وأنت الاتنين الدبل فاجر وقادر. روح يا حبيبي اعمل حسابك، لا هتشتريني بالفلوس ولا بالحب. أنا ما باجيش بالطريقة دي. أنا عايزة الراجل اللي في حياتي يقدرني إيه ويهنيني ويسعدني ويفرحني، واني اخليه ملك وابقى الملكه بتاعته. اعمل له كل حاجه، اغسل له رجليه واكله واطبخ له، اعمل له كل حاجه تسعده. بس هو يكون ظهري وسندي ويبقى الحامي من بعد ربنا.
اعمل حسابك، انت كسرتني والكسرة ملهاش جومة. أني سامحتك كتير، عارف الأغنية دي؟ سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك. سلام يا سي عمر. اللي انت بتعمليه ده غلط يا توحة، يا توحة. هتفضلي ملففاني وراكي كده؟ انت مين يعني عشان الف وراكي؟ ستات كتير يتمنوني وهم اللي بيلفوا ورايا، وانا الف وراكي انت؟ واللي انت بتعمله ده ايه يا عيون توحة، يا قلب توحة، يا حب انت؟ اللي انت بتعمله ده ايه؟ ها؟ شو عرض على مسرح؟ يا راجل اختشي على دمك وانت بتجري ورايا. طب يا اخويا اقعد كده على جنب وشوف الستات اللي بتجري وراك دي بتجري وراك ليه، وانت بتجري ورايا ليه، وانت تعرف ايه الفرق. باي يا حب عمري. وما روحش الغيط والبنية شوكتني، ولا روحش الغيط البنية شوكتني، ولا بتصالحني حبة وتخاصمني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. اهدى يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي، هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. لما حبينا وحسينا بوجودنا قلنا ليه احنا النهارده احنا اتولدنا، والسنة الجاية دي أول عيد ميلادنا. لما حبينا وحسينا بوجودنا قلنا ليه احنا النهارده احنا اتولدنا، والسنة الجاية دي أول عيد ميلادنا. خايفة لا تروح وتنسى الهنا وتخاصمني وانت الغلطان مش أنا. خايفة الحب يبعد عننا ويهرب مننا. يا لهوي كل ده أكل؟ داني اللي هتشال بتطبخ وتعمل احلى اكل والنفس طالع بره وجوه وقاعده متهنجه وبتغني ومبسوطه. ربنا ينكد عليك يا فتحيه يا رب. ان شاء الله انت يا بعيده، انت واللي يكرهوني يدخلك دار يا مره انت. ايوه يا فتحيه لازم احسدك، عايشه مرتاحه ومتهنيه، ولا همك حاجه ولا فارق معاك البلد ولا اي حاجه، وجايبه جوافه من على الشجر طازه وطبخه الفراخ وعامله السمك وعامله وليمه واكل، وليكي نفس والريحه طالعه في البلد. ربنا يهدك يا بعيده، فيكي صحه وجويه هو انت يا اختي ما بتعيش ولا تمرضي ابدا. نفسي اسمع كده في البلد يقولوا فتحيه عيانه مريضه، لكن انت زي الجمل واقفه. ربنا يهدك. هو انت تفتكري يا ام سور منت اني هتغاظ من واحده شبهك ولا زيك ولا اي حد ما يفرقش معايا احطه في دماغي؟ انا اللي يفرق معايا في الحياه دي كلها انني ارضي ربني وما زعلهوش مني ولا اغضبه واشوف ولادي واسعدهم. طالما احنا بخير انا وولادي وبعمل اللي عليا وعليا، اعمل اللي عليا وعلى ولادي كمان، ما يهمنيش انت ولا غيرك. بس انا حته جوافه جايبينها من على الشجره ولا حته سمكايه صيدينها من الترعي، بس انا على ايه؟ ولا فروجي الفراخ دي يا حبيبتي احنا عندنا في الدار مربيينها. ما انت لو ست بيت صحيح هتعملي كل ده في دارك يا حبيبتي. والرز ده احنا بنزرعوه وبنشيله ونحطه على دماغنا. انت فاكره الحياه سهله؟ انت اللي عايشه على جفا الرجاله، لكن احنا عايشين بشجانه وتعب. وبعدين خدي يا مرة انت ايه دخلك داري؟ وعشان الباب مفتوح لعيالي ونسوان عيالي وحبايبي انت تخشي؟ انت لا من حبايبي ولا من جرايبي، ايه دخلك داري يا مرة انت؟ لا بقول لك ايه يا فتحيه، هو انت فاكراني يا اختي هخاف منك؟ لا ده انا بضرب رجاله بشنبات وباخد حق منهم. اوعى تكوني خايفه يعني اللي اني في يوم من الايام هخاف من واحده زيك. لا يا حبيبتي ابعدي عني وعن ابني. ايه دخلك انت وعمر بتاعك دي بتتدخلي في حياه ابني ليه؟ ده ابني انا يا اختي جوزه ولا ما جوزهوش؟ انت مالك؟ ملا لما تشعوط ودانك يا بومه يا ام صرمي انت يا مره يا غلاويه. انت يا مره دي المفروض القديمه اللي زي اني تغير من الجديد. انت يا مره غيرانه مني ليه؟ ده انت الجديد تغيري مني معقوله؟ يا مره يا بومه انت يا بومه. الله. وبعدين انت بتتكلمي على حماسه اللي هو ابنك. هو انت ناسي ان حماسه دي ابني رمضان؟ ورمضان ده كان في يوم من الايام جوزي. اصلا يا بنتي خدته في ايدي، خدت رمضان، خدت وش القفص واديتك يا اختي الباقي. انت خدتي فضلتي يا بنت، خدتي فضلتي. وعمر انا برضه خدت وش القفص، انا مراته الاولانيه. انا يا بنتي ما كنتش بواجه حد، لا اني لازم ابقى التوب ورقم واحد. اني الناس تاخد ورايا لكن انا ما اخدش ورا حد، اصل انا ما برمرمش. وبعدين حماسه دي ابن مين؟ ابن رمضان اخو ولاد. انا اجوزه على كيفي واشوره واجيب له كل حاجه،
وانت فاكراها ابنك؟ لا، انت ما بتدوريش عليه، انت كنت عايزاها خدامه تخدمك في الدار، لكن يا حبيبتي لا، انا رحت فهمتيه انها تقعد في دار لوحديها متستته. قال خدام يخدم خدام، مش يا مره اطلعي بره الدار، مش عايزه اشوفك هنا تاني. بقى انت جايه لي علشان الولا؟ روحي يا اختي، بدل ما تدوري على ابنك وتجوزيه وتهنيه، لا يا روحي، الولا انا هجوزه عشان خاطر هو اخو ولادي، وكمان اهو يبقى يا عيني معاه شريكة حياته اللي تهنيه، بدل ما يعيش وحيد. منك لله يا بعيدة، روحي شتتي الولا وشرطيه، بس الحمد لله ربنا وقف معاه. السلام عليكم يا فتحية، يا بنتي يا فتحية، رد عليا يا اختي، انت جوه ولا لا يا بنت؟ حد كشف ديله يا اختي ولا خالع راسه؟ تعالي ياما، تعالي يا حبيبتي، خشي. اعوذ بالله، هو انت هنا يا مرة؟ هو انت يا اختي مفيش دار في البلد الا لما تدخليه؟ ايه جابك هنا عندي فتحية تاني؟ يا لهوي عليكي، مرة ما بتمليش. بومي يو جرى ايه يا حمات؟ هو انت شفتي عفريت يا اختي؟ يعني جايه تنده على فتحيه؟ يا فتحيه يا حبيبتي يا نور عيني هواني، اعوذ بالله، ليه كده؟ اخصى عليكي يا حمات. حماتك حمات دي بقى، ده انا ما بكرهش في الكون ده كله جدك انت، ده انت اوحش مرات ابني دخلت داري، لكن فتحيه دي الغاليه والحته الجوانيه. اخصى عليكي يا بنتي يا فتحيه، انت يا اختي مدخله المره دي دارك تاني ليه يا بنت؟ يو هو انت عزماني يا اختي ولا عازمه المره دي؟ جرى ايه ياما؟ ده انت امي وحماتي ونور عيني. الله، ده يا اختي اصلها جايالي عشان حماسي، قال ايه زعلانه اللي انا هجوز الولا. ايوه امال ايه؟ تروح تجوز نفسها هي الاول. عندك حق يا فتحي، تروح تجوز نفسها الاول، بس يا بنتي هو مين اللي هيبص لها؟ دي مره بومي وشوق على اي راجل، وعتبتها عتبه سودا، محدش يا بنتي يا فتحيه هيرضى يعبرها يا بنت. اداني يا اختي اهو، اني اهو بتجوزت على طول وتهنيت. وانت يا بنتي يا فتحيه ما تقعديش يوم يا اختي والعرسان عليكي كده، لكن المره دي فاكره نفسها بسفرها وبياضها المجيح دي انها يعني ست الستات. مش يا مره اطلعي بره، امشي، بدل ما امسكك انا وفتحيه احطك في قلب الزريبه في الطواله للبهايم يدوسوا عليكي كده اهو. اطلعي يا مره. كنت سيبيها لي ياما، انا كنت عايزه ارنيها عليكي. استعجلي عليا يا بنتي يا فتحيه، الايام جايه كتير وهتترن ان شاء الله تدفعوه يا رب. عاملين اكل قد كده، الهي تدفعيه انت وهي، ربنا ينكد عليكم حياتكم، الهي ما تفرحوا، ربنا ينكد عليكم. بقى اني اعيش وحيده وانتوا عايشين متهنيين، ربنا ياخدكم. ايوه انا ماشي، انا رايح شغل، لو عايزه اي حاجه قولي لي اجيب لك وانا جاي. بصي يا ميمس، انا بصراحه نفسي اطلب منك طلب، بس يا ريت تجيبهولي، ما تقوليش اصل الشغل ومش هعرف وكده. هتقولي يا بنت عايزه ايه وانا اجيب لك اللي انت عايزاه، انت تطلبي بس اموري. بصراحه انا عايزه اكل فسيخ، حاسه كده ان انا عايزه اكل فسيخ. يا بواي انت بتتوحمي ولا ايه؟ قولي يا بنت انت بتتوحمي. يا لهوي يا ميمس، يا لهوي فضحتنا. ايه ده انا ما اعرفش حاجه، انا حاسه ان انا عايزه اكل حاجه حدا، عايزه اكل فسيخ. مالك جرى يا بنت؟ مالك ايه اتفضحنا دي؟ هجيب لك فسيخ من عند اكبر فسخاني. هو انا في دي ساعي ان مراتي حبيبتي تطلب حاجه مني؟ بس انت اكيد حامل. يا حلاوه، الف مبروك عليكم، الف مبروك يا ميمس، حامل ان شاء الله. وبعدين يا حبيبتي مكسوفه من ايه ولا خايفه من ايه؟ وبعدين اسكن على الفسيخ، انا جايبه فسيخ امبارح وجايبه 2 كيلو. يلا بينا هناكل ونهيص النهارده. يلا انت روح شغلك وسيبنا احنا مع بعضينا، ما تجيبش حاجه. انا لما شفتها بترجع امبارح في الحمام عرفت انها حامل، وعارفه انها هتتوحم على الفسيخ، جبتهولها. الحمد لله جالك الفسيخ. انا ما بحبش الفسيخ ولا بحب ريحته، انا رايح الشغل. عيش انت بقى. خايفه من ايه ولا مكسوفه من ايه؟ احنا هنا اخوات، والمفروض حاجه زي كده تيجي تقوليها لي انا. اكيد انا يعني هخاف عليكي. تعالي يا حبيبتي، تعالي نروح، ده حماتي عامله احلى عيش، تعالي نقعد ناكل معاها، وهي كمان بتحب الفسيخ، احلى اكل. وبعدين اخدك ونروح للدكتور، ان شاء الله يبشرك بشاره خير ويعوضك عن اللي فات باذن الله وتطلعي حامل. عقبالك انت كمان يا ساره، تفرحي، ربنا يفرحك ويفرح قلبك. انت احلى اختي في الدنيا، انا بحبك. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. حماتي هي السبب، هي اللي خلتنا نحب بعض ونخاف على بعض، ربنا يخليها لينا يا رب. اوعي يا بنتي، اوعي يا هاني تزعلي في يوم من الايام على راجل ابدا. اوعي يا بنت، طول ما امك عايشه انت واولادك في عينيا، اكل وشرب، والدار دي بتاعتك انت. انا كده قاعده مع جوزي في دارك دي، واي اكل تعوزيه، اي حاجه تعوزيها يا بنتي انا تحت امرك يا حبيبتي. ده انت بنتي، ما تزعليش، ده راجل بخيل ومعفن وما يستاهلكيش. اوعي تعيطي في يوم من الايام عليه ابدا ابدا. هو انا ياما زعلانه عليه؟ انا مش زعلانه عليه، انا زعلانه على عمري اللي راح وصحتي.
وفلوسي وشغلي وحياتي كنت بشتغل عشان اصرف على البيت ونتعاركوا وامشي وارجع تاني ويطلق ويعمل. انا تعبت ياما من الكلام ده كله، كنت كل ده بقول عشان خاطر ولاد. اكتشفت اللي لا، عشان خاطر صحتي انا لازم امشي. ياما انا هشتغل هنا ان شاء الله، اشتغل في الغيطان، اشتغل اي حاجه، اروح اضم رز، اجمع قطن، اعمل اي حاجه، لكن ياما انا مش عايزه ارجع له تاني. يعني ايه تشتغل؟ تشتغل يا بنتي وانا لسه عايشه؟ ده انت ما اشتغلتيش ايام ابوكي ما كان عايش، هتشتغلي دلوقتي يا اختي؟ لا يا حبيبتي، انت لما يكون ناقصك حاجه بتنزلي اشتغل، اكلك وشربك ولبس ولادك والتعليم وكله، وتيجي قاعده اهو في ضرب بلاش، واللي انت عايزاه كله طلباتك اوامر انت وولادك. هو انا يا بنتي عندي اغلى منك ولا اعز منك ولا ولادك؟ ده عز الولد ولد الولد يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا احلى ام في الدنيا. ابويا لو كان عايش كان جاب لي حاجه منه، من جوزي ابو ولادي، لكن اخواتي رمضان وعباس ما فيش حد فيهم بيدور علينا ولا يسال اختي عامله ايه ولا جوزها عامل ايه فيها. معقول يما هم دول اخوات برضه؟ معلش يا بنتي ما تلومهمش، كل واحد ماله في بيته وحياته والمسؤوليه. الدنيا بقت تلاهي. يلا كلي لك لقمه يلا وقومي نامي شويه. بيتك يا بنتي، خدي راحتك. خلاص الراجل ده طلقك وخلاص مفيش رجعه، وهاني مش هخليه يعاتب رجله هنا ابدا ولا ينزل البلد دي. كده اتقطعت الحليبه والرايبه بيننا وبينه.